بالنسبه للفنان عزت عوض الله، هو النهارده ذكرى ميلاده، ولكن انا اتكلمت عنه كتير قبل كده، فعلشان ما يبقاش ايه المواضيع متكرره. في حاجات كتير، احداث كتير يمكن ما اتكلمناش برضه عنها. يعني دلوقتي يا عم جابر فكرنا بالخديوي اسماعيل. اهم الحاجات اللي عملها الخديوي اسماعيل قصر عابدين، اللي هو حكمت من خلاله مصر من سنه 1872 لغايه قيام الثوره سنه 1952. القصر ده له حكايه. ومين هو عابدين؟ حد يعرف عابدين دوت مين؟ عابدين دوت هو عابدين بيك. عابدين بيك دوت كان ناظر النظار في عهد محمد علي باشا. رئيس الوزراء. ناظر النظار يعني رئيس الوزراء. وبعدين الخديوي اسماعيل برضه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت كان عاوز يخلي مصر على غرار اوروبا، ميادين فسيحه، شوارع فيها اشجار ونباتات مختلفه. فعلشان ينشر الشغل دوت عاوز يبقى موجود في قلب العاصمه. فلقى المكان ده هو مناسب. كان قصر صغير اشتراه من الارمله بتاعت عابدين بيه، اشترى منها القصر واشترى الاراضي المحيطه بالقصر، وبدا يهد. جاب خبراء علشان خاطر يبنوا قصر كبير على المساحه دي كلها بعد هدم القصر. العمال اللي كانوا موجودين بيبنوا صعايده. الصعايده في الوقت ده كانوا موجودين في مكان النهارده بيعتبر من ارقى مناطق الوطن العربي في الزمالك. كانت الزمالك دي عباره عن اكشاك، وكان في هناك كبير للصعايده اللي بيجي من الصعيد بيجي عليه وبيبات عنده وهو بيشغله. فكانوا بيروحوا من الزمالك لغايه عابدين علشان خاطر يشتغلوا هناك في القصر ده، يبنوا في القصر ده. الجو كان حر جدا. كان في راجل ساكن قريب من المنطقه ضابط جيش كان اسمه حكيم، طلع معاش. صعب عليه الجماعه اللي بيشتغلوا في الحرب، فبقى يجيب قدر من الماء مسلك ويحطها على ركوبته يعني على حماره، ويروح علشان خاطر يشرب الناس اللي شغالين دول. ولكن هنا الطابع الميري غالب عليه، عاوز الاول يوقفهم طابور، فبيقفوا طابور. بعد كده راح جاي حصيره وراح محوط عليها بشويه طوب. عايز تشرب تروح الاول عند الترعه تتوضا وتيجي تصلي وبعدين تشرب. الجماعه الصعايده لهم حسابات يعني يمكن مش موجوده عند حد تاني. يعني ممكن يشتغل بقوه 300 حصان بس ما تتحكمش فيه، هو ما بيحبش حد يتحكم فيه. ممكن ان انت تديله طلقه تخلص منه بس ما تضربوش بالقلم. لهم حسابات كده. هم الصعايده لهم يعني حواجز خاصه بيهم هم. يعني اضربني بالنار بس ما تضربنيش بالقلم. هو الصعيدي كده يعني عنده ايه؟ عنده حسابات خاصه بيه هو. فاستاءوا جدا من تحكم الراجل ده هو فيهم. فكان في ناس اتوفرت من الشغل بداوا يقعدوا. طبعا الصعيدي برضه بطبيعته مش عاوز يقعد من الشغل ومش عاوز يقول لحد اكلني. طيب انا اكل منين واعيش منين؟ فهم ولاد عمام مع بعض. فاللي شغالين قالوا اللي مش شغالين بدل الراجل ده ما يتحكم فينا ما كل واحد منكم يروح يجيب قربه ويملاها ميه ويجي يشربها وياخد فلوس. فعلا الكلام ده هو حصل. لكن في ناس تانية كانوا موجودين في الفترة دهيت يبيعوا ميه، فقالوا احنا اولى. بقوا يجوا علشان خاطر يبيعوا ميه. اتعاركوا الصعايده مع الناس الثانيه اللي موجودين. عركه كبيره وصل امرها لمين؟ للخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل اصدر فرمان بان اللي يبيع الميه لازم يكون سقه معتمد ومعاه رخصه وتوقع عليه كشف طبي. راحوا خضعوا للكشف الطبي صعايده مع
ولاد بلد اللي نجح مش شرط بقى دوت مين. فجم الصعايده علشان خاطر يكسبوا وقتهم راحوا جايين جنب قصر عابدين، وعلشان نروحوا الصبح بدري بدل ما نروحوا الزمالك ونرجعوا هيبقى ايه الوقت سرقنا، فراحوا ايه بانيين اكشاك هناك في منطقه هناك قريبه من قصر عابدين يباتوا فيها علشان الصبح بدري يروحوا يجيبوا ميه من الحنفيه ويلحقوا يسقعوها ويشربوا الناس. الكشاك اتطورت بعد كده هو المنازل على الطراز القديم، فسميت بحاره السقايين اللي هي موجوده الى الان بحي عابدين، اسمها حاره السقايين اللي غنت لها بعد كده شريفه فاضل اغنيه زي نبيع الميه في حاره السقايين، وديت اول اغنيه لشريفه فاضل في التلفزيون، كانت في حفل اضواء المدينه سنه 1960. مش اول اغنيه لشريفه فاضل، لا، اول اغنيه لها في التلفزيون، انما اول اغنيه لها في الاذاعه اسمها امانه يا بكره. الله عليك. دي اول اغنيه لها في الاذاعه. الخديوي اسماعيل بعد اكتمال القصر سنه 1872 انتقل للاقامه في القصر واصر على انه يفضل زي ما هو قصر عابدين ما يتغيرش الاسم، وبدأ حكم مصر يبقى من قصر عابدين. لما اتبنى حوالين منه مساكن نسبت الى القصر فسميت حي عابدين. تمام. اتحكمت مصر من قصر عابدين من 1872 لغايه قيام الثوره سنه 1952. بالنسبه برضه علشان يمكن تكون بالنسبه لعزت عوض الله، عزت عوض الله هو مرقس عوض الله مسيلي، ده اسمه الحقيقي. اتولد في غيط العنب 14 شارع الياسمين يوم 3 مارس سنه 1934. عزت عوض الله نال قسط بسيط من التعليم في مدرسه السادات اللي بتبعد عن بيتهم خطوات في شارع اسمه شارع جميل ثابت، وزيه زي كتير من ابناء جيله ما كملش تعليمه وخرج من المدرسه يبحث عن القوت ويبحث عن المعيشه. فضل عزت عوض الله يتنقل من ورشه لمحل من صنعه لحرفه لغايه ما استقر به الحال في مصلحه التليفونات. كان بيشتغل عامل صيانه في سنترال الفتح اللي في جليل. وفي الفتره دي هي بدأ